بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. مرحبا بكم أخواتي في مطبخ أم صهيب. نرحب بجميع الزوار جدد، نقول لكم مليون ألف مرحبا. اليوم حبيباتي راح نبدأ معكم حلويات العيد. اليوم جبت لكم مقروض المقلة، مقروض جزائري أصيل من تراثنا الجزائري، غير بالسميد فقط بدون أي إضافات. يجي من أروع ما يكون، يجي معسل ويجي مرمل روعة روعة، ما يتفتحش في الزيت. جبت لكم جميع أسرار نجاحه. نبدأ مع بعض الفيديو بالمقادير وطريقة التحضير. لاحظوا لهنا أخواتي يجي ذوب ذوبان ما شاء الله، كي العجينة كي الغرس. لاحظوا حبيباتي، ما تنساوش أختكم أم صهيب جميل الفيديو إذا عجبكم أكيد. بسم الله حبيباتي، نبداو على بركة الله. عندي لهنا في القصعة تاعي 4 كيلات تاع سميد. أنا السميد اللي استعملته لهنا سميد متوسط تاع المقروض. أنا عندي لهنا سميد تاع كيلو. كما قلت لكم راح نكيل لكم بالكاس تاع 220 مليلتر. جبت لنا 4 كيلات. السميد اللي استعملته هذا سميد كنزه متوسط، لها يعني غني على التعريف. لهنا راح نزيد حبيباتي ملعقه صغيره تاع ملح، يعني مكونات جد بسيطه. هذا المقروض نتاعي ما نزيدلوش حبيباتي الفرينه. لهنا عندي كيلة تاع سمن، يعني 4 كيلات تاع سميد وكيلة تاع سمن، يكون دافي يعني بارد شويه ماهوش سخون. انا ندير السمن يعني على الطريقه التقليديه، ما ندير لا زبده ما ندير لا زيت. نحاول اني نخلط مليح هكذا حبيباتي، ونبس مليح هذاك السمن حتى يدخل مليح في السميد نتاعي. نحاول ايضا ان ندخله مليح غير بصباع يديا فقط هكذا، نمحرو هكذا مليح، يعني غير شويه فقط، موش يعني ما نمحروش بزاف بزاف كيما مقروض الكوشه. هكذا حتى يندمجوا يعني السمن هذاك يدخل مليح في الحبيبات تاع الدقيق. بعد ذلك راح نبدا نشمخ المقروض نتاعي غير بالماء الزهر. انا لهنا عندي ماء الزهر فقط، عندي كيلة ايضا تاع ماء الزهر. عطيت لكم اليوم مقادير مضبوطه. ونخلط هكا، يعني نخلط بصباوعي فقط، يعني اطراف الاصابع فقط، يعني مانيش راح نعجن. باش ينجح معاكم المقروض نتاعكم لازم ما تعجنوهوش باش يجيكم مبسس مرمل. كما قلت لكم اخواتي نعطيكم جميع اسرار نجاح هذا المقروض. انا درت كيلة كامله، يعني هذا المقيال دالي كيلة كامله. لهنا لاحظوا اخواتي، هذا هو القوام تاع العجينه اللي نتحصل عليها. كي نضغط عليها ترجع عجينه. نلمها على جنب ونخليها حبيباتي ترتاح غير شويه ما بين معجنه الغرس هكذا، ونغطيها بكيس بلاستيكي ونخليه يعني مده 5 دقائق فقط، يعني نبدا نخدمه مباشره. من جهه اخرى اخواتي، الغرس نتاعي انا عندي غرس تاع بطانه. انا درت له لهنا قرفه وقرنفل، ودرت له لهنا شويه تاع سمن، ونبدا نعجنه حتى يرطب، حتى يرجع يرجع طري كيما العجين. بعد يعني العجين تاع المقروض نتاعنا الغرس يرجع طري كيما العجين. انا لهنا تحذف لي المقطع كي درت القرفه والقرنفل وايضا السمن. بعد ما عجنته مليح اخواتي ورجع لي طري، يعني انا ما نعجنش الغرس نتاعي لا بالماء الزهر ولا بالزيت، نعجنه يا سمن يا زبده. نديروه هكا على شكل حربوش ونخليه على جهه. نجيب لهنا كميه من السميد نتاعي. بعد ما ارتاح نهز حربوش هكذا كميه هكذا، نحاول اني نرطبها ما بين يدي هكذا، وندير فتحه في الوسط، يعني كامل تعرفوا هذه الطريقه هكا. نحاول اني ندير حفره في الوسط ونحط حربوش من هذاك الغرس هكذا، ونضغط مليح بطرف الاصابع، يعني نضغط على الغرس ونغطي بالعجين هكذا كما تشوفوا. بعد ذلك رولي هكا على شكل حربوش. انا الحربوش تاعي لهنا راهو كبير، راح نقسمه على 2 لاني راح ندير حربوش ارقيق. كما قلت لكم اخواتي، هذا المقروض تاع المقلار من الناس زمان، يعني جداتنا وامهاتنا، هذا هو المقروض اللي يديروه في العيد، يعني ما يديروش كامل مقروض الكوشه، ومشهورين به ايضا، ويديروه غير بالسميد فقط، ما يديروش اطلاقا الفرينه. نحاول اني رولي هكذا حتى نرقق مليح الحربوش، يعني كما بغيت انا. المقرودات اذا بغيتهم شويه رقاق نرقق الحربوش. عندي هذا الطابع تاع النجمه يعني التقليدي. اليوم جبت لكم كل شيء تقليدي حتى من الطابع جبت لكم تاع الزمان، هذا تاع النجمه. ونطبع هكذا ونضغط مليح حتى تخرج لي هذيك الرشمه تاع الطابع هكذا كما تشوفوا. بعد ذلك راح نعدل الحواف بالطابع بعد بهذا الشكل، ونقص الحبات نتاع المقروض نتاعي. يعني جبت هذا السكين هذا مشرشف ونقص بهذه الطريقه. تقدروا ايضا بعد ما ديروه حربوش ارقيق درسوه بالسكين فقط، يعني بلا ما تطبعوه عفوا.
لأنا حبيبتي نحاول أني نعدل أيضا الحواف مليح، وندير هذه الحركة اللي جميع أمهاتنا وجداتنا يديروها وإحنا تعلمناهم عليها، تاع نمرروا السكين من تحت العجين. نحي المقرودات نتاعي بكل سهولة، نجيب أي حاجة ونحط فيها هكذا، ونزيد نكمل معاكم حبيباتي الحربوش الثاني بنفس الطريقة. كما قلت لكم حبيباتي الكريمات، تقدروا تطبعوا، تقدروا ايضا ديروها بالطابع تاع النقاش، وتقدروا ايضا ديروا هذا المقروض بالطابع تاع المعمول، يعني كيما بغيتوا. نزيد نرقق مليح حبيباتي الحربوش نتاعي. كما قلت لكم اذا بغيتوا الحبات تاع المقروض يجيو رقاق، يعني الحجم تاعهم يجي رقيق، زيد رققوا الحربوش. نزيد نكمل نطبع بهذه الطريقة هكذا، نضغط مليح، يعني ما تخافوش كل ما اضغطوا يعني باش تخرج هذيك الرسمه تاع المقروض بهذا الشكل. ونزيد نكمل انقصهم ونكمل كميه العجين اللي عندي كامل بنفس الطريقه. انا في هذه المرحله رانا حطيت الطاوه تاعي يعني كاسرونه على النار، درت فيها الزيت. لازم تطيبوا في الكاسرونه باش المقروض نتاعكم يغمروا هذاك الزيت ويطيب لنا مليح، يعني من الداخل كي الفوق كي الاسفل، يعني كي الاسفل كي الاعلى، يطيب على وجه واحد. لهنا بعد ما نكمل حبيباتي نطبعهم كامل، نحطهم على جهه ونبدا نقلي مباشره. لان كما قلت لكم الكاسرونه تاعي على النار كانت متوسطه. لما سخني مليح الزيت نقصت شويه النار تاعي، ولاحظوا لهنا الزيت لازم الزيت تغمر هذاك الحبات نتاع المقروض، يتغطى كامل وما نقيسوهش ايضا كامل باش ما يتفتحش هذوك الحبات تاع المقروض ويحمروا بلون واحد موحد، يعني كي الاسفل كي الاعلى يحمر على وجه واحد. لهنا راهي النار تاعي تحت المتوسطه. لهنا حبيباتي لاحظوا لهنا انا من جهه مقابله عندي العسل، يعني عسل صنع منزلي، لهنا زدت له غير ملعقه فقط تاع ماء الزهر وحطيته على جهه. لهنا لاحظوا المقروض نتاعي بعد ما طاب بلون رائع جدا، لون ذهبي. ولاحظوا لهنا ما تفتحوا ما والو في الزيت، يعني المقروضات نتاعي كيما طبعتهم كيما حطيتكم كيما نحيتهم من الزيت. لاحظوا ما نحيهمش حبيباتي وما نقيسهمش حتى يحمروا مليح مليح مباشرة من الكاسرونة من الزيت، نحطهم مباشرة في العسل، يعني نعسلهم باش يتعسلوا لي مليح حتى للقلب. نزيد نحط الكمية الأخرى أيضا لهنا تتقلى. إذا شفتوا أنه الزيت سخونة بزاف حطوا يعني بالفرشيطة، حطوا هكا الكعبة تاع المقروض في الفرشيطة وحطوه هكا باش تفاداو أنكم تتحرقوا، لأنه الزيت لهنا راهي سخونة. انا تعمدت اني نقلي في الكاسرونه باش الحبات كامل يتقلاو لي على وجه واحد بلا ما نقيسهم بلا ما نحركهم. فبهذا السر اخواتي، هذا هو السر اللي يخليهم ما يتفتحوش. اما لهنا المقروض نتاعي نعسلو هكذا بعد ما حطيته في العسل، نزيد نغطيه بالعسل هكذا، نخليه حتى يتشرب لي شويه فقط ونحيه نحطه في الكسكاس يكثر. لنا حبيباتي نحط هذوك المقروضات نتاعي ما تعسلوا لي مليح، نحطهم هكا في الكسكاس يكثروا مليح من هذاك العسل الزائد هكذا. بعد ما يكثروا لي ويبردوا مليح نشوفوهم في شكلهم النهائي، يعني جاو من اروع ما يكون، جاو معسلين محمرين مرملين روعه. لهنا حبيبتي الكريمات راهم بردوا اكثر من هذاك العسل الزائد. هذا هو الان نشوفوا المقروض نتاعنا في شكله النهائي في صحن التقديم، جاء من اروع ما يكون. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاعي تفيدكم حبيباتي يعني وتجربوها في هذا العيد الكريم، وان شاء الله يا رب العالمين وتنجحوا فيه. كما قلت لكم مقروض ناجح 100% على الطريقه الجزائريه التقليديه تاع امهاتنا وجداتنا، بلا ما يتفتح في الزيت، بلا ما يجي هذاك الغرس ايضا يابس ويجي مرمل ومعسل حتى للقلب. وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه. مع السلامه، في امان الله تعالى، مع وصفه قادمه في امان الله تعالى.